بما ان ثانويه عامه قربت تخلص، تعالى بقى اقول لك ازاي تختار الكليه بتاعتك. انت قاعد بتفكر طب ولا هندسه وانت اصلا جايب 50%. ابوك متخيلك في كليه والحاجه متخيلك في كليه ثانيه خالص وانت مش عارف تسمع لمين. خليني بقى اقول لك حاجه، الضغط اللي انت فيه حاليا ده طبيعي جدا. انا اهو قدامك اهو خلصت كليه، وكان في حاجات كان نفسي حد يقولها لي قبل ما اخش، مش مجرد نصائح نظريه، هي حاجه عمليه انا عشتها. قبل ما تخش الكليه لازم تسال نفسك سؤال: هتشتغل ايه مش هتدرس ايه؟ لان في فرق كبير بين اللي هتدرسه واللي هتشتغل بيه، وده مش كلام محبط، ده كلام واقعي لازم تبني عليه. لو انت بتفكر في مجال معين، دور على الناس اللي شغالين في المجال ده ودخلوا انهي كليات، وهتلاقي الاجابه بنفسك. تاني حاجه بقى انك تفكر في البيئه مش بس المنهج. الكليه على قد ما بتديك علم، على قد ما هتديك الناس اللي هتقعد معاهم 4 أو 5 سنين هيأثروا عليك بشكل قطعي، لان البيئه بتصنع التفكير. تسأل نفسك بقى، هل الكلية دي فيها ناس بتفكر وعندها طموح، ولا كلنا يا دوب هنكمل بعض في نفس المكان ونتابع سياسة القطيع يعني؟ رقم 3، ظروفك جزء من قراراتك. مش كل الناس عندهم نفس الظروف، وده مش عيب، ده واقع. القرار الصح هو اوريدي اللي يناسب حياتك انت. كمان عندك اللي بقى يا باي. رقم 4، مفيش قرار مثالي، وده مش عيب. ممكن تختار وبعد كده تلاقي انك اتغيرت، او ان التخصص مش هو اللي انت كنت متخيله. وده مش معناه انك غلطت. العشرينات اصلا فتره اكتشاف، واللي جزء اصلا من المرحله مش نهايتها. المهم انك تاخد قرارك بوعي، مش بخوف، ويعني ما تقلدش غيرك. بعد كل ده الكليه اصلا مش هي اللي هتحدد مستقبلك، انت هتحدد مستقبلك. مش هقول لك بقى ايه تعمل ايه، يعني انت عارف يعني.